أيتها الصغيرة الجميلة، أيتها الطيبة البريئة والزهرة النضرة التي ذبلت في ربيع العمر، يا ملاك الطاهر الذي رحل دون وداع. كلمات مكتوبة باليونانية في قلب مقبرة أثرية في قرية تونا الجبل، كلمات بتنعى شهيدة الحب زي ما بيقولوا عليها. تعالوا نعرف إيه هي حدوتتها وعلاقتها بعميد الأدب العربي طه حسين. مساء الورد والفل عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. الأميرة إيزادورا والضابط حابي في حواديت الحب، أهلا بيكم. في القرن الثاني قبل الميلاد، في قصر كبير في مدينة أنطونيوبوليس اللي بتطل على النيل في إقليم مكانه دلوقتي محافظة المنيا، كانت الأميرة إيزادورا بنت حاكم الإقليم بتستعد عشان تحضر احتفالات الإله تحوت رمز الحكمة في مصر القديمة. كانت الأميرة في عمر 16 سنة وكانت جميلة ورقيقة. خرجت الأميرة الجميلة مع أسرتها للبر الغربي للنيل عشان تحضر الاحتفالات، والقمر كان منور السماء ومية النيل بتتلقلق تحت ضوء القمر، والليلة مليانة بسحر الحب والجمال. جت عينين الأميرة الجميلة في عينين ضابط في الجيش المصري كان من القوات المسؤولة عن تأمين الاحتفال، ومن اللحظة دي بدأت أول قصة حب مصورة ومسجلة في التاريخ الفرعوني. اتعلقت بيه ووقع في حبها واتأثر بجمالها ورقة طباعها، بس الحلو ما بيكملش. الضابط حابي من عامة الشعب، والأميرة إيزادورا من الأسرة الحاكمة للإقليم، والفوارق الاجتماعية بينهم كبيرة، بس هو من إمتى الحب والقلب بيعرفوا ولا بيعترفوا بده؟ فابتدوا روميو وجولييت، قصدي حابي وإيزادورا، يتقابلوا كل يوم، يا إما هي تعدي النهر للبر الغربي، يا إما هو يخلق الظروف ويروح يقابلها في الجناين الواسعة اللي حوالين قصر أبوها. كل يوم ولمدة 3 سنين بيشوفوا بعض، مفيش يوم عدى من غير ما يتقابلوا، والحب الرقيق بقى عميق، والإعجاب بقى ونس واكتمال، وحبهم النقي بيزيد وبيسرقوا من الزمن وقت يعيشوا فيه بسعادة مع بعض، وقت يكتفوا فيه ببعض عن العالم كله. لكن وصلت الأخبار لأبوها عن مقابلات الأميرة والضابط، فاكتشف حبهم ومنعها من الخروج وزود الحراسة عليها وشدد على الحراس ما تغيبش عن عينيهم لحظة عشان ما تقابلوش تاني أبدا. أما حابي الضابط المخلص لبلده وحبه كان كل يوم بيستناها في مكان كانوا بيتقابلوا. أيام بتعدي عليهم وكأنها سنين، هي في وحدتها وهو في انتظارها، وفي وسط كل مباهج الحياة كأميرة كانت شايفة إن الحياة ملهاش قيمة ولا معنى من غير حابي حبيبها اللي لقت نفسها في وجودها معاه، وكانت بتحاول تلاقي أي فرصة في وسط الحصار اللي كانت عايشة فيه عشان تروح تقابله، لغاية ما في يوم نجحت تخدع الحراس وعدت للبر الغربي ولقت حبيبها المخلص الأمين مستنيها، وقضت معاه ساعات تشبع من وجوده، وتبدل وحدة أيامها بونس وجودهم سوا، ويتبدل حزن قلبها لسعادة وفرحة. وبعدها ودعته وركبت المركب عشان تعدي للبر الشرقي وترجع لقصرها. وهنا اختلفت الآراء والأقوال ما بين إن في ظلام الليل الأميرة اتقلب بيها المركب وغرقت، أو هي اللي رفضت الحياة في بعد حبيبها، فبعد ما ودعته قررت ترمي نفسها في أحضان النيل. ولما الصبح طلع عرف أبوها باللي حصل وطلع جثمانها من النيل، وحزن وندم ندم شديد على اللي وصلت ليه بنته، وبنى ليها مقبرة فريدة وكتب في رثائها 24 بيت شعر حزين كتبهم باليونانية على جدران المقبرة، ودعها وقال: وداعا يا صغيرتي فأنت الآن حورية. أما حبيبها المخلص الوفي كان على وعد وميعاد معاها زي كل يوم، فكان في كل ليلة يروح مقبرتها يولع شمعة ويقعد يحكي معاها عشان ما تبقاش روحها وحيدة. مقبرة إيزادورا مزار سياحي بتيجي ناس من كل الدنيا تشوفه وتسمع قصة شهيدة الحب. لما عرف عميد الأدب العربي قصتها بنى استراحة ليه قرب مقبرتها في قرية تونا الجبل، وكان طول فترة إقامته في الاستراحة كان بيعمل زي حابي ما كان بيعمل، ويولع عليها كل يوم شمعة. في الاستراحة دي كتب عميدنا روايته الشهيرة دعاء الكروان، وتصورت أجزاء من الفيلم في الاستراحة في تونا الجبل. إيزادورا اللي معنى اسمها هبة إيزيس هي جولييت المصرية، بتأكد إن الحب بيعيش حتى وإن مات الجسد. تاريخ مقبرة إيزادورا بيرجع لأكثر من 2000 سنة، تحديداً لسنة 120 قبل الميلاد. المقبرة فريدة الطراز، عبارة عن غرفتين مرتفعتين ما فيهمش أي نقوش غير شعر الرثاء باليونانية، مبنية على شكل قوقعة، ومن الداخل محمولة على عمودين، وفي النص السرير الجنائزي المحطوط عليه مومياء إيزادورا. ودلوقتي
محفوظة جوه صندوق من الإزاز والزوار يقدروا يشوفوها. إيزادورا وحابي الحقيقة أظهروا مستوى من الوفاء والالتزام يتضرب بيه المثل، وده مهم جدا جدا في العلاقات الإنسانية. قصتهم بتأكد لنا إن الحب قوة دافعة عظيمة للحياة، وإن الحب سحر بيحول الحياة لحلم جميل. تخيلوا معايا كده لو كان حابي وإيزادورا كملوا وحبهم اتكتب له الحياة، تفتكروا الفوارق الاجتماعية دي خاصة إنها من ناحية الراجل كانت ممكن تغرق الحب ده، ولا الحب كان هيعدي البحر ده؟